السلام عليكم، معاكم شريف عثمان، فريق الاستشاري نايف العبرة المختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية. في كورس النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم امازون FBA عشان نبيع منتجاتنا اونلاين. في الاول تعالوا نتكلم مع بعض يعني ايه امازون FBA. كلمة FBA هي اختصار لكلمة Fulfilled by Amazon. يعني ايه Fulfilled by Amazon؟ يعني امازون هي اللي بتقوم بعملية الشحن وتوصيل المنتج بتاعك للعميل. الموضوع ده بيتم ازاي؟ اول حاجة بتعملها انت بتشتري المنتج بتاعك من المورد اللي بيبيع لك المنتج وبتبعت المنتج بتاعك لامازون، وبعد كده امازون بتخزن المنتج بتاعك في الوير هاوس عندهم او في المخزن عندهم، وبعد ما العميل يطلب المنتج بتاعك من على منصة امازون بتقوم امازون بتوصيل المنتج بتاعك للعميل. ومش بس كده كمان، ده لو العميل قرر ان هو لاي سبب من كان يرجع المنتج بتاعك، امازون هي اللي بتقوم بعملية استرجاع المنتج من العميل. طيب هل امازون بتعمل ده مجانا؟ لا طبعا، امازون بتحاسبنا على عملية الشحن اللي هي بتعملها للمنتج بتاعنا. طيب تعالوا ناخد نقطة نقطة بالتفصيل ونتكلم عنها واحدة واحدة. أول حاجة مرحلة إنك أنت ترسل المنتج بتاعك لأمازون. أمازون عندها حوالي 100 مخزن أو 100 وير هاوس موجودة في أمريكا، وفي بعض الوير هاوسز بتوصل مساحتها لمليون قدم مربع، يعني حوالي 90,000 متر مربع. أنت بتقوم بتبليغ أمازون إنك أنت هتبعت لهم شحنة معينة من المنتجات، وهم بيقولوا لك هتوصلها على أنهي مخزن. بعد كده بعد ما امازون تستلم المنتج بتاعك في المخازن بتاعتها، بيبداوا ان هم يوزعوا المنتجات بتاعتك او يخزنوا المنتجات بتاعتك في مكان مخصص ليك للتخزين بتاعهم. ولو لا قدر الله حصل حاجه اثناء العمليه دي او حصل مشكله في منتج معين او منتج حصل له حاجه، هم بيدفعوا لك ثمن المنتج ده او بيعوضوك عن المنتج ده. بعد كده ثالث مرحلة الكاستمر أو العميل بيشتري المنتج بتاعك من على أمازون. أمازون هي اللي بتستقبل الفلوس من العميل وبتعالج عملية الدفع بالكامل، وبعد كده بتحدث الكمية اللي موجودة في المخزن عندها بشكل تلقائي وبيظهر لك ده على الحساب بتاعك. يعني مش محتاج تعمل إدارة للمخازن بشكل يدوي، لأن هم مجرد ما القطعة دي أو المنتج ده بيطلع للعميل هم بيحدثوه بشكل تلقائي ان هو طلع من المخزن، وبالتالي بينقصوا المخزون بشكل تلقائي. المرحله اللي بعد كده حد من امازون بياخد المنتج بتاعك بيغلفه في التغليف الخاص بيه وبيشحنه للعميل. المرحله الخامسه واللي بتخلي اكتر من 66% من البائعين التوب على امازون او اكتر البائعين محترفين على امازون يستخدموا امازون FBA هو الكاستمر سيرفيس. امازون هي اللي بتهندل لك الكاستمر سيرفيس بتاعه المنتج بتاعك او خدمه العملاء اللي اتكلمنا عنها في كورس تاني، وهم اللي بيهندلوا او بيتعاملوا مع العميل لو عنده اي اسئله، وهم اللي بيتابعوا مع العميل بعد ما المنتج بتاعك بيوصل له ويتاكدوا ان المنتج وصل له بنجاح. وكمان لا قدر الله لو حصل اي حاجه في المنتج وما عجبهمش، هم اللي برضو اللي بيتعاملوا في حاله ارتجاع المنتج ده او لو المنتج ده رجع من العميل. سادس مرحله واخر مرحله واهم مرحله هي ان كل اسبوعين امازون بتجمع كل المبيعات بتاعتك، بتخصم منها والمصاريف الخاصه بالشحن والمصاريف الخاصه بالحساب الشخصي بتاعك اللي انت بتستخدمه واللي هقول لكم عليها دلوقتي، وبعد كده بيحولوا الباقي كله لحسابك البنكي. فزي ما انتم شايفين الموضوع بسيط وسهل، ولكن هل انت عليك مسؤوليات معينه في الموضوع ده؟ اكيد طبعا. اول واهم مسؤوليه عليك انت كبائع هو اختيار المنتج الصح. انت اللي مسؤول عن انك تختار المنتج اللي انت هتبيعه على منصة امازون. ولكن لو انت عايز تبيع كويس على امازون، حاول انك انت تختار منتجات بتبيع بسرعة، علشان طول المنتج بتاعك موجود في مخازن امازون انت بتدفع لامازون مصاريف تخزين المنتجات بتاعتك عندهم. تاني حاجة لازم تتابع كويس المخزون بتاعك عند امازون. لو انت المنتجات بتاعتك بتخلص بسرعة وما لحقتش تبعت للمورد بتاعك ان هو يبعت لك شحنة جديدة وتشتري منه شحنة جديدة وتبعتها على امازون وتعمل حساب التوقيت اللي هتاخد فيه الشحنة عشان توصل، ممكن المنتج بتاعك يخلص من على امازون. واذا ده حصل هتضطر انك انت تستنى فترة كبيرة علشان تعيد ملء المخزون بتاعك في حسابك على امازون. فلازم دايما تخلي او تراقب كويس جدا المخزون بتاعك على امازون، وتتاكد ان دايما عندك منتج بتاعك موجود بالكميات الكافية اللي يغطي المبيعات اللي بتجيلك على طريق المنصة. ثالث حاجة واهم حاجة وهي الماركتينج. انت اللي مسؤول عن تسويق المنتج بتاعك سواء كان على امازون او بره امازون. انت المسؤول انك تجيب ترافيك او تجيب يعني زوار للمنتج بتاعك على منصة امازون. طبعا في طرق وفي تريكات ممكن تعملها علشان تخلي المنتج بتاعك يظهر في محركات البحث بشكل تلقائي، ولكن برضو في الاخر انت اللي مسؤول عن ده. فانت اللي مسؤول عن تسويق المنتج بتاعك بشكل كويس علشان يجيلك مبيعات بشكل كويس. طبعا كل ما عدد الريفيوز او عدد المراجعات بتاعك بيزيد مع الوقت، كل ما مبيعاتك بقت بتتعمل بشكل افضل وبشكل اسهل، وده علشان التراست او الثقة بتاعت العميل اللي بيشتري من على امازون
بتزيد في الشخص اللي عنده عدد مراجعات كبير. تعالوا مع بعض نعرف اسعار منصه امازون على امازون اس اي او امازون السعوديه عشان مختلفه عن اسعار منصات امازون الاف بي اي الثانيه. فهنخش على جوجل وهنكتب مثلا اسعار شحن امازون السعوديه، وهنختار الرابط بتاع امازون. رسوم البيع امازون السعوديه هو الرابط ده، هتلاقي services.amazon.sa. تضغط على الرابط ده هتلاقيه كاتب لك هي الرسوم بتاعتهم عباره عن ايه. فعندهم هنا حاجه اسمها عموله البيع، ودي بتبدا من 5% على حسب الفئه بتاعت المنتج اللي انت بتستخدمه، زائد رسوم الشحن بتبدا من 21 ريال للوحده، وبتختلف حسب حجم المنتج. وفي رسوم ثابته مطبقه على منتجات الشحن من قبل امازون او الامازون اف بي اي اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض. بالنسبه لعموله البيع دي بتشمل اي ضريبه الخاصه بضريبه القيمه المضافه او اي ضريبه محسوبه من خلال خدمات حساب ضريبه القيمه المضافه بامازون. بعد كده عندك الرسوم الثابته، ودي لو انت استخدمنا خدمه الشحن من قبل امازون اللي احنا هنتكلم عليها في الدوره دي، ويكون المنتج اللي انت بتبيعه اقل من 50 ريال سعودي، بيتم اقتطاع 3 ريال كرسوم ثابته لكل وحده. والرسوم دي بيتم احتسابها شهريا، وبعد كده بتظهر في كشف الحساب بالشهر اللي بعده. بالنسبه بعد كده لرسوم الشحن نقدر ان انت تعرفها من انك انت تضغط على الرابط ده، بيقول لك رسوم الشحن لكل وحده رسوم ثابته 5 ريال سعودي لكل وحده او كميه بناء على وزنها وابعادها. وفي طبعا رسوم تخزين لكل قدم مكعب وهي 3 ريال سعودي لكل قدم مكعب في الشهر. ورسوم التخزين على المدى الطويل، ودي بتكون يعني كل يوم 15 بيقوموا في امازون اف بي اي بيصفوا المخزون، وبعد كده بيعملوا رسوم تخزين على التخزين طويل المدى. يعني لو المنتجات بتاعتك موجودة على منصة امازون السعودية اكتر من سنة، بيتم استقطاع 30 ريال سعودي لكل قدم مكعب انت مستخدمه عدى عليه اكتر من سنة. وطبعا الرسوم الثابتة لكل وحدة هي للسلع اللي بتباع بمبلغ اقل من 50 ريال سعودي بيقطعوا 2.5 ريال سعودي، ولكن اللي اكتر من كده بتبقى بناء على الرسوم الثابتة اللي موجودة في الجدول. فهتشوف هنا دي الامازون فيز اللي موجودة، الريفيرال فيز في الجدول ده. طيب بالنسبة بقى لتسجيل الحساب نفسه، في الطبيعي امازون بتاخد $40 في الشهر على الحساب بتاعك، ولكن لفترة محدودة هم عاملين عرض ان مفيش اي فلوس او اي اشتراكات على الحسابات لفترة محدودة فقط. يعني فانت الحق سجل بياناتك على طول علشان تستغل من العرض ده وتستفيد منه، ان ما يكونش عندك رسوم شهرية تدفعها لشركة امازون. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.